تحية لكم مشاهدينا في كل مكان. نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية التي نسهلها بالعناوين. مسؤول وحدة التنمية الاقتصادية في مديرية حقات يدعو لرفع الإنتاج الزراعي. البلاد تحيي 14 من نوفمبر اليوم العالمي لداء السكري. بذل جهود حثيثة لمكافحة الملاريا في جنوب البحر الأحمر. أمريكا تصدر عقوبات مرتبطة بإيران تشمل 32 فردا وكيانا. وأمريكا وسويسرا تتوصلان لاتفاق تجاري من أجل خفض الرسوم الجمركية. عشرات القتلى والجرحى في انفجار بمركز الشرطة في كشمير الهندية. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. دعا مسؤول وحدة التنمية الاقتصادية في مديرية حقات السيد طعمي مالو المزارعين للتركيز على حفاظ المياه والتربة من أجل ضمان الأمن الغذائي من خلال رفع الإنتاج الزراعي. وذكر بأن المساحة المزروعة في المديرية بلغت مساحتها 17504 هكتار، منها 13380 هكتار من الدخن، و618 هكتار من الذرة، و2000 هكتار من الفول، و2500 هكتار من البقوليات. كما تم زراعة أكثر من 6 هكتارات من بذور السمسم وهي بحالة جيدة، حثا المزارعين للاهتمام بعملية الحصاد وجمع الأعشاب للعلف الحيواني. وحول الحفاظ على المياه والتربة التي نفذت هذا العام، أفاد ببناء المدرجات في مساحة 1555 هكتار من المزارع، وإصلاح مساقط المياه الواقعة على أعالي سد حشفراي، والعمل على الزراعة المربحة من المساحات الصغيرة. من جانبهم أوضح المزارعون بأنهم بذلوا جهودا كبيرة في الزراعة حتى الحصاد، وأن الخدمات التي تقدمها الآلة الدقاقة في ضاحية جلاس ساعدتهم في جمع محصولهم في الوقت المحدد. شهدت مدينة مندفر فعاليات إحياء 14 من نوفمبر اليوم العالمي لداء السكري الذي يجري للمرة 14 على مستوى البلاد تحت شعار إيصال خدمات معالجة داء السكري في أماكن العمل. ودعا رئيس الجمعية الوطنية لمرضى السكري الدكتور جيتو مبرهاتو في كلمته التي ألقاها في المراسم المصحوبة بمسيرة أقدام قام بها المواطنون والطلاب إلى جانب فعاليات فنية وتوعوية. دعا المجتمع لاتباع نظام غذائي متوازن والمحافظة على اللياقة البدنية للوقاية من الأمراض المزمنة خاصة داء السكري. وذكر أن أكثر من نصف مليار شخص يعاني من مرض السكري على مستوى العالم، فيما يوجد حوالي 100,000 مواطن يعانون منه داخل البلاد، مشيرا إلى أن عدم المحافظة على نظام غذائي منتظم وعدم الممارسة الرياضية هي من أهم المسببات التي تعرض للإصابة بداء السكري. وأفاد مسؤول فرع الصحة في الإقليم الجنوبي الدكتور مانويل مهرتاب بدوره أن 72% من أسباب الوفيات في الإقليم هي الأمراض المزمنة مثل السكري وضغط الدم. ونصح المواطنين لتجنب الإصابة بوعي، حيث يصيب مرض السكري بشكل خاص الأعضاء الداخلية في الجسم تدريجيا، والتي بدورها تهدد حياة الإنسان وتسبب الوفاة. وذكر رئيس مجلس الإقليم الجنوبي الأستاذ والداي جابري وسكرتيرة الجبهة الشعبية الديمقراطية والعدالة السيدة أميتي نجوسي الجهات المعنية لتنظيم حملات توعوية لرفع معرفة المجتمع، حيث تساهم المحاضرات التوعوية في مكافحة المرض وتجنب تبعيات المرض. وأكد المدير العام لقسم الخدمات الاجتماعية السيد قال أبتس فاسلاسي أكد أن إدارة الإقليم تساهم في جهود القضاء على العادات الضارة التي تعرض الإنسان للإصابة بالمرض من خلال إحداث تغييرات سلوكية، حيث أن مرض السكري لا يعد مشكلة صحية فحسب، بل يؤثر سلبا على إنتاجية المواطن. وتم عرض أعمال فنية بمناسبة اليوم العالمي للسكري، وأقيمت مسابقة معلومات عامة بين الطلاب. في غضون ذلك تم إحياء ذكرى هذا اليوم العالمي لدى السكري أيضا في إقليمي جنوب البحر الأحمر
نظم مكتب الصحة في إقليم جنوب البحر الأحمر ندوة في مدينة عصب يوم 12 و13 تركزت حول سبل مكافحة الملاريا والأمراض المنتقلة بالمياه. وأوضح مسؤول المكتب الدكتور علي حالو أن الهدف من الندوة هو رفع مستوى الوعي العام حول طرق الوقاية من الأمراض المعدية بشكل عام والملاريا والأمراض المنقولة بالمياه بشكل خاص. وذكر بضرورة تطبيق كافة الإجراءات والإرشادات الوقائية للحد والوقاية من مرض الملاريا. ونصح المجتمع باتباع الإرشادات المهنية التي يقدمها المختصون في المجال الصحي والاستفادة من الفرص الطبية المتاحة في منطقتهم. وقال خبير الصحة البيئية الشاب دانيال جبرهوته إن الظروف أصبحت مواتية لتكاثر الحشرات مع اشتداد فصل الأمطار، داعيا الشعب لإزالة مسببات تكاثر البعوض واستخدام الناموسيات. واقترح المشاركون استمرار المحاضرات والحملات لرفع الوعي العام وزيادة استخدام دورات المياه وتوفير التدريب للقرى الحدودية. ودعا حاكم إقليم جنوب البحر الأحمر السفير محمد سعيد منتاي في ختام الندوة إلى اتخاذ إجراءات فورية في المناطق الموبوءة بالملاريا عبر الحدود، لأن السلامة الصحية لها أهمية قصوى. تلقى 163 شاب في مدينة عدغيح دورة تدريبية امتدت من 2 إلى 4 أشهر. تضمنت الدورة صيانة محركات الضخ وتركيب أنابيب المياه وتصفيف الشعر والإسعافات الأولية. وأوضح مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في المديرية السيد إبراهيم روبلي في مراسم التخريج التي جرت في 13 من نوفمبر، أوضح أن مثل هذه الدورات التدريبية التي تنظم باستمرار تسهم في ارتقاء قدرات الشباب. من جانبه ذكر مدير مديرية عدغيح السيد هبتاي تسفازقي أهمية الدورة، مناديا المتدربين لتطوير القدرات المكتسبة بالعمل والتأثير في محيطهم. نظم مكتب التعليم في مديرية صورونا يوم 10 و11 من نوفمبر الجاري تدريبا ل60 معلما جديدا تم تعيينهم من الكليات، وتضمن التدريب أساليب التخطيط التعليمي وإدارة الفصول الدراسية وطرق تقييم الطلاب، بالإضافة إلى طرق التدريس وتفاعل الطلاب داخل الفصل. وحث مسؤول المكتب الأستاذ سلطان جبريوناس في كلمته المتدربين على القيام بمسؤولياتهم بكل إخلاص وتفاني، لأن مهنة التدريس تعتبر مهنة إنسانية عميقة وتحمل مسؤوليات جسيمة. وناشد المتدربون من جانبهم على ضرورة استمرارية التدريبات لما لها من أهمية كبيرة. مشاهدينا فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي، فتفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم. على الصعيد العالمي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أفراد وكيانات في عدة دول مرتبطة بدعمهم لإنتاج الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة الإيرانية في أحدث محاولة للضغط على طهران. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن عقوبات تستهدف ما مجموعه 32 فردا وكيانا في إيران والإمارات وتركيا والصين وهونغ كونغ والهند وألمانيا وأوكرانيا، مشيرة إلى أنهم يديرون شبكات مشتريات متعددة. وتتهم الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيون وإسرائيل طهران باستخدام برنامجها النووي ستارا لإخفاء جهود تطوير القدرة على إنتاج أسلحة. وتقول إيران إن برنامجها النووي للأغراض السلمية فقط. صرح الممثل التجاري الأمريكي جيمسون غرير بأن الولايات المتحدة وسويسرا توصلتا إلى اتفاق تجاري. وأعلنت الحكومة السويسرية أنه سيتم خفض الرسوم الجمركية إلى 15%، مضيفة أنه سيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل لاحقا. وتعني هذه الصفقة أن التعريفة الجمركية الخاصة بكل بلد والمفروضة على السلع السويسرية ستطابق المعدل المفروض على السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة من الاتحاد الأوروبي. وذلك في يوليو الماضي أعلن الرئيس دونالد ترامب بأن سويسرا ستخضع لتعريفات جمركية بنسبة 39%،
والتي فرضت بعد فشل وفد سويسري في التوصل إلى اتفاق مع المسؤولين الأمريكيين خلال محادثات اللحظة الأخيرة في واشنطن. وارتفع الفرنك السويسري بنسبة 4% مقابل الدولار الأمريكي عقب الإعلان عن اتفاقية التجارة. قالت مصادر بالشرطة إن 9 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم، وأصيب 29 عندما انفجرت كمية كبيرة من المتفجرات في مركز للشرطة في الجزء الخاضع للهند من إقليم كشمير، وذلك بعد أيام من انفجار سيارة في نيودلهي أدى إلى مقتل 8 أشخاص. وكان قد تم ضبط هذه المتفجرات في إطار عملية أمنية واسعة النطاق قبل أيام. وأضافت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها أن معظم القتلى من رجال الشرطة، بمن في ذلك خبراء الطب الشرعي الذين كانوا يفحصون المتفجرات وفق وكالة رويترز للأنباء. وأكدت المصادر أن بعض المصابين في حالة خطيرة، مما يشير إلى احتمال ارتفاع عدد القتلى. ونقلت وسائل إعلام محلية عن المصادر قولها إن معظم القتلى من رجال الشرطة ومسؤولي فريق الطب الشرعي الذين كانوا يفحصون المتفجرات في مركز الشرطة. الخبر الأخير في هذه النشرة: عاد 3 رواد صينيين إلى الأرض بعد أن ظلوا عالقين لأيام في محطة تيانغونغ الفضائية الصينية بسبب تضرر مركبتهم وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية. وأرجئت رحلة عودتهم التي كانت مقررة في نوفمبر الماضي بعد اصطدام حطام فضائي مجهري بمركبتهم تشينشو 2 الملتحمة بالمحطة. ويشكل الضرر الذي طال المركبة خطرا على حياة الطاقم خلال عودتهم إلى الغلاف الجوي. وأظهرت صور بثها التلفزيون الصيني هبوط الكبسولة التي حملت طاقم مهمة تشينشو 20 والمعلقة بمظلة ضخمة حمراء وبيضاء في أرض صحراوية في منغوليا الداخلية في شمال الصين. مشاهدينا، نختم هذه النشرة بالتذكير بأهم وأبرز العناوين. مسؤول وحدة التنمية الاقتصادية في مدينة حقات يدعو لرفع الإنتاج الزراعي. البلاد تحيي 14 من نوفمبر اليوم العالمي لداء السكري. بذل جهود حثيثة لمكافحة الملاريا في جنوب البحر الأحمر. أمريكا تصدر عقوبات مرتبطة بإيران تشمل 32 فردا وكيانا. وأيضا أمريكا وسويسرا تتوصلان لاتفاق تجاري من أجل خفض الرسوم الجمركية. عشرات القتلى والجرحى في انفجار بمركز شرطة في كشمير الهندية. انتهت النشرة، شكرا لحسن الإسماع والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.